بقالك مدة ما جيتيش. ايه شغل الفنادق كبرك علينا؟ يا لهوي وانا اقدر؟ ده انت الخير والبركه، ده اللي انا فيه ده كله بفضلك انت. هو انا انسى يعني لما خليت العمده غلابي يتوسط لي اشتغل في الفندق؟ زين انك فاكرة، وانا كمان متابعاكي وبسأل عليكي على طول، وبقول لهم دي كانت احلى واحدة بتزوج البنات. لا، ما هو ما ينكرش المعروف الا اولاد الحرام. هو انا بنت حلال يا ست عجيب. بنت حلال. انا عايزة منك خدمة. أؤمريني امر. حكيم الصحة غباشي ماله ده؟ عايزاه يعشقك ويتعلق بيكي وتخليه يجيكي وتصوريه وهو معاكي. يا لهوي، وانا اعمل في نفسي كده ليه يا ستنا؟ ما تخافيش، محدش هيشوف التصوير ده غيري، وهديكي 100,000 جنيه. ولو ما عايزاش بشوكك، بس ما تزعليش. انتي عارفة انا ممكن اقول ايه واعمل ايه. لا لا، ربنا ما يجيب زعل، ربنا ما يجيب زعل يا ستنا. تحت امرك، تحت امرك. شاطرة شاطرة يا نعيم. ألف شكر يا ريكو، ربنا ما عارفة أقول لك إيه، ده أنت نجدتني من التأخير. حكم المدير بتاعي رخم حبتين، كان هيخصمني بتاع 200 300 جنيه كده، بس أنا هعزمك بيهم، ما بحبش آخد حاجة مش بتاعتي. يا ست انا تحت امرك، واديني وفرت لك ال 200 300 جنيه بتوعك. هو أنا كنت عايزة أسألك سؤال كده. اوامر. لا خلاص بعدين، خليها بعدين. ليه خلاص ليه وبعدين ليه؟ هو السؤال حرام؟ اسال اللي نفسك فيه. هو أنت يعني اتسجنت ليه؟ خناقه. شويه عيال صيع تبع شوي ابو البت كناريا، جم عايزين يعملوا على ابويا فرده واتاوه، ضربتهم علقه موت. كنت فاكرها عدت بس هي ما عدتش عليهم، كمروا لي حشيش في البيت. طب معلش، هنا يا ريكو، هنا عند النور، ده شغلي هنا. حاضر. ألف شكر. يا رب. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. أنا قلت برضه اللي زيك صعب يكون عمل حاجة غلط. يلا أنا همشي بقى عشان أنا كده اتأخرت. سلام بقى يا ريكو. ايوه. سلام يا راوية. تاكس. كده يا باشا، بسم الله الرحمن الرحيم، انا حطيت الحوار كله في حجرك، والقصه دي مش هتطلع بره عدنان زي ما قلت لك. عدنان هو عارف البورس ده يا فهد، لحم كتافه من خير ابويا، مربيه من وهو عيل صغير. ما هو برضك يا باشا يعني خلي في بالك ان الناس بقت وحشه. انا بس اللي مستعجب له حاجه واحده، هو ليه عمل كده؟ ده حتى ما سرقش العربيه ولا الرخامه اللي كان فيها. بس سرق حاجه اهم. حاجه ايه؟ 3 صناديق دهب، والصناديق دي لازم ترجع لي. يا ابن الحرام يا عدنان، 3 صناديق؟ لما نوصل النايت يبقى انزل اقعد معايا لحد ما صاحبي يجي. امر جنابك يا باشا. مالك يا ابني واقف ليه؟ ما تقعد. اقعد يا باشا عادي؟ اقعد يا فهد. بس يا باشا يعني المكان اخر قلاجه. يلا يا عم اتبسط.
فين يا راوي؟ والاوردر ده راجع ليه؟ هما بس كلموني في البيت قالوا لي ان امي تعبت فلازم اروح لها معلش. اللي هو ازاي يعني؟ طب وشغلك مين اللي يخلصه؟ والنبي يا مستر حلمي والنبي معلش لازم اروح دلوقتي غصب عني. يعني ايه غصب عنك؟ ده مساء شغل. الفل. اهلا نادر باشا. دخلت ابص عليكي في المكان ما لقيتكيش، اتقفلت. قلت اما اقوم ادور عليكي بنفسي. كنت هزعل قوي لو حد غيرك اللي سرفس عليا. لا لا حد غيرها ازاي يا سعاده الباشا؟ ده راويه وكل اللي في المكان تحت امر جنابك. لا هي راويه بس. ده راويه يا باشا. معلش انا بس كلموني في البيت قالوا لي ان امي تعبت فلازم اروح. خلي زميلي يخلي باله من حضرتك. طب ممكن تعملي لي كوكتيل من ايدك وبعدين تمشي؟ والف سلامه على ماما. طبعا يا باشا طبعا. يلا راويه، احلى كوكتيل لنادر باشا بسرعه. اتحركي بسرعه. مستنيكي هناك. انجوي يا باشا. طب ايه بقى؟ يا شاي. مفيش يا باشا والله، يعني نضيع وقتنا. ضايع وقت. طلبت ايه؟ مفيش والله، طلبت بقى قهوه قال لي مفيش. قهوة ايه هنا يا ابني؟ بتطلب لك كاس ويسكي ولا فودكا؟ نبدورة، معلش اتأخرت عليك. ولا يهمك اقعد. طب يا باشا انا هستاذن انا بقى يا باشا، استناك في العربيه بره. لا روح انت خلاص يا فهد، سيب لي بس مفتاح العربيه. استنى. خلي دول معاك. بس يا باشا. رايح فين؟ ما انت قاعد شويه. لا بسم الله الرحمن الرحيم، خلي بالك بقى من نفسك. اصحى يا اهل الشعب، اصحى ما تناموش وما تبطيخ، اتفرجوا على العيله الواطيه. انا عرفت كل حاجه، الناس دي ناس واطيه، لازم كلنا نفوق ونعرف ايه اللي بيدور حوالينا. فاهمين ولا مش فاهمين؟ يا جدع انت مالك ابويا وامي؟ ابوك وامك؟ انت لسه هتمثل تاني وتقول ابوك وامك؟ كفايه مبلعينها للناس وانت مستغفلهم ومدورين شقتك. مسخره وقله ادب. احفظ لسانك وبطل هرتله يا جدع انت. انا ما هرتلش انا ما اعرفش الهرتله. الكلام اللي بقوله ده مظبوط. خلاص اتفقست وعرفت كل حاجه. انت اسمك ايه ياض؟ اسمك فهد البطل؟ ها؟ مش فهد البطل؟ والبنت اللي عامله اكتر اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ اسمها راويه محمود. يعني ما تعرفوش بعض. والراجل اللي وراك ده مش ابوك، والست اللي وراك دي مش امك. شاهدين يا رجاله، شاهدين.